بيست موف على الانجن، بيدق على الاتش 4. ناكامورا يستسلم ويقول اللي قدامي ده مش طبيعي. ايه؟ ليه استسلمت يا ناكامورا؟ ما تاكل بالملك عادي والبيادق ضعيفة. هيكمل سنداروف ببيشوب اف 3، ممنوع تروح للاتش 6. طب وبعدين يحط الفيل على الجي 4 آمن سالم محدش بيلمسه. طب وبعدين يكمل المباراة بتقدم الملك، وبعدين يكمل المباراة بتقدم ويسيب بيدق. ايوه لو مديت ايدك عليه هيكمل ب A3 وبعدين A2 وبعدين الملك يتقدم يتقدم يتقدم. طب معلش ارجع معايا تاني كده. بعد ما الفيل استقر انت هتكمل المباراة هنا بكينج F2 وتسيب الفيل يدافع هنا والملك يروح يكنترول البيدق التاني. هيكمل سنداروف بتقدم الملك، امشي بملكي اروح للبيت. هيكمل سنداروف بتقدم كينج دي 3 ممنوع تتقدم. سنداروف هيكمل ب اتش 5 بدأ سالك على الجناح الثاني. ايه يعني؟ قعد الفيلي ولما البيدق يتقدم الحقه بملكي، ولما البيدق الثاني يتقدم بلعب كينج بي 3 هات البيدق اتش 3 بيشوب جي 1 لحقت البيدق، لكن الملك يتقدم هات الاف 4 تحميه بالفيل. اتقدم هات الفيل اتش 2 باي باي. تاكل هات فيلك. فيلك اتحبس، ولو ما اتحبسش والفيل هيتضحى في البيدق عادي هكمل المباراة بعودة مالكي واكل الاف 4 وبعدين امشي ورقي البيدق. يعني ايه؟ يعني سنداروف اون فاير ويفوز على هيكارو ناكامورا في 41 نقلة بدقة 93.5%. المصنف الثاني عالميا ما وقفوه، ما بقاش المصنف الثاني عالميا. ناكامورا خسر والنقط بتقع، مع الخسارتين والتعادلات ينزل درجة ويبقى المصنف الثالث عالميا وكروانة يطلع فوق.